السلام عليكم مشاهدينا الكرام. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة مساء أمس الجمعة 7 مارس الجاري من توقيف 5 قاصرين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتجمهر وارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والإيذاء العمدي عن طريق إدرام النار. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشب خلاف بين مشجعي ناديين محليين لكرة القدم أغلبهم قاصرين، سرعان ما تطور بينهم إلى تراشق بالحجارة وعنف متبادل واستعمال قنينة حارقة تسببت في إيذاء أحد الأشخاص، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف 4 قاصرين من بين المشاركين في أعمال الرشق بالحجارة، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة من توقيف قاصر خامس يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية الإيذاء العمدي عن طريق إدرام النار باستعمال قنينة تضم مواد سهلة للاشتعال. تم إخضاع المشتبه فيهم القاصرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.